13 سبتمبر 2025 نهار تاريخي. تخيل روحك عندك حلمة وملي انت صغير عملت كل شيء باش تحقق الحلمة هذه، انترينمون، تعب، ساكريفيس، ضحيت بوقت مع داركم، وقت مع صحابك، وقت للعب ما بينك وبين روحك. تعرف اللي هذا الكل باش تنساه نهار اللي تحقق حلمتك وتولي احسن بوكسور في الجينيراسيون تاعك، تتعدى الايامات وتلعب اول طرح بروفيسيونيل في كاريرك وتربح، ولهنا الحلمة تكبر والعينين تزيد والفلوس تكثر، تفرح. اما انت من داخل مازلت نفس الطفل اللي عنده حلمه. تعاود تلعب، تعاود تربح، تعاود تلعب، تعاود تربح. كي يزي كهو وقايل باش نعملو بوز ونقصو بالطبيعة عليه تشالنج اخر، ادفيرسير اخر، ربح اخر. يزيد يتعدى بيك الوقت والعباد اللي دايره بيك ماهيش فاهمه، تقولك هاك عملت اللي ما عملتوش العباد، علاش ما تقصش؟ على قد ما ربحت، على قد ما خديت احزمه، على قد ما عملت فلوس، على قد الشهرة، شنو هي آخر مازلت تحب تعمل؟ اللي أنت من داخل تعرف اللي مش حزام ومش زوز ومش حتى ثلاثة باش يخليوك تقص توا، خاصة اللي أنت مازلت لك خطوة برك وتحقق الحلمة اللي عندك من أنت صغير، إنك تولي أحسن بوكسور في الجينيراسيون تاعك. مازال طرح برك، ماتش برك بينك وبين حلمتك اللي خدمت وتعبت عليها عمرك الكل. أما الراجل اللي يقف قدامه باش تلعب كونترو عنده نفس الحلمة، نفس الباركور نتاعك، نفس التضحيات، نفس التعب. ما ليلتها الواحد فيكم برك باش يحقق حلمته، الواحد فيكم برك باش يخرج رابح. في الكورة عنا ميسي وكريستيانو، في اليو اف سي عنا خبيب وكونر، في عالم البوكس عنا كانيلو ألفاريز وتيرنس باد كروفورد. شباب وشابات على جوكم سكالوب، معكم هيدي كائن في كائن كومبا، واليوم باش نحكيو على السوبر فايت الثاني اللي باش نشوفوها عام سنة بعد ما تفرجنا في اوسيك وبوبوا، كانيلو الفاريز كونتر تيرنس كروفورد. دونك حضروا ماكلتكم كي باش تفرجوا نتوما تفطروا، عطاو بالكدا كي باش تفرجوا قبل ما ترقدوا، ترونزيسيون بالسحر ونبداو. كانيلو ألفاريز كونتر تيرنس كروفورد، أكبر زوج أسامي موجودين ممكن في عالم البوكس بعد ألكسندر أوسيك. طرح باش يتلعب له 13 سبتمبر في لاس فيغاس، مين كارت تبدا زون ساعتين تاع الصباح توقيتنا نحن في تونس، وديجا طرح باش نستريميو باش نعملوا لايف رياكشن في الكيك كالعادة، اللي ديتاي كلها هبطوا من بعد في ستوريات على الانستغرام. توا نعملوا اوفر فيو صغيرة على ليفينمون قبل ما نحكيو على البريديكسيون. كيما حكينا بكري طرح كانيلو وكروفورد باش يتلعب له 13 سبتمبر في لاس فيغاس، طرح تابع رياض سيزون دونك تحت رعاية وتمويل تركي الشيخ. والبوان الانتريسون المرة هذيا اللي البروموتر بتاع الطرح هو دينا وايت والشركة بتاعو تي كي او. البوان هذا مهم ومهم على الاخر، وبوتيتر باش نعملوا عليه فيديو وحده ونحكيو على الترانزيسيون اللي قاعد يعمل فيها دينا وايت من عالم اليو اف سي والام ام اي للبوكس. اسكو الحكايه هذه اثرت على دينا وايت والرول نتاعو في اليو اف سي، وخاصه اللي نحن البريود الاخر قاعدين نشوفوا في الانتوزيازم قاعد يخرج ويتنحى من دينا وايت بالفاسون اللي يحكي بها على الفايتس، وخاصه زاد بعد اللايف ويت تدرا كيفاش اللي ولا يحل فيها بالتليفون، تحسها مصوره بكالكولاتريس ولا بميكرو اوند وبيزار، وتحسه يحكي تقول شادين عليه فرد برشا نقاش تفهم على دينا وايت. وكما قلنا البوان هذا باش نعملوا عليه فيديو ونحكيو عليه وحده. تروح كانيلو وكروفورد مهم على الاخر لزوز فايترز، مش جوست على خاطر باش يعملوا منه برشا فلوس، وسمعنا الارقام الخياليه اللي تحكيت وتقال اللي الفايترز باش ياخذوهم. مي الفايت هذه راهي ليجاسي فايت، يعني بلغتنا نحن الرابح باش يهز الكل. تيرنس كروفورد كان يصنع المستحيل وينقز دو ديفيزيون ويطلع يلعب كونتر كانيلو، واحد من احسن لي بوكسور في التاريخ، ويربح. يعني تيرنس كروفورد اسمه باش يتخلد في التاريخ كواحد من احسن لي بوكسور على مر العصور. ومشينا الاخرى عندنا كانيلو اللي هو لازم يربح باش يثبت، وخاصه بعد الخساره كونتر بيفول اللي هو ينجم يلعب كونتر اسامي كبار ويعمل دي بيرفورمانس كاسحين ويربح. وكان يخسر يعني باش تكون ضربه كبيره للليجاسي بتاعو، يطلع فايتر اللي هو اقل منه في السايز واقل منه في الديفيزيون ويطلع للديفيزيون بتاعو ويربحوا، يعني باش تكون ضربه كبيره برشا. كيف الكروفورد اللي هو عمره ما خسر، وتنجم تكون هذه اول خساره ياخذها كونتر كانيلو. بنحكيو شويه على الجانب الجسدي وعلى ليزافونتاج فيزيك اللي عند كل فايتر، على خاطر مالغري تيرنس كروفورد اطول من كانيلو الفاريز وعنده ريتش ابعد، كانيلو هو الفايتر اللي اكبر واقوى جسديا، يعني كما يقولوا بالانجلي هيز ذا بيجر مان.
يعني كانيلو الفاريز مستانس يلعب 76 كيلو، هذيك هي الديفيزيون اللي يرتاح فيها، هذيك هو البوا نتاعو والمورفولوجي نتاع بدنه وين تخليه يلعب اليس ومرتاح. باغ كونتر تيرنس كروفورد جاي من ديفيجنز اقل، وبدنه والمورفولوجي نتاعو مستانسه ببوا اقل ويلعب كونتر فايترز ببوا اقل. مي الحكايه اللي تفاجئوا منها الناس الكل اللي هي في عمليه الويين، تيرنس كروفورد جاي بدنه مريقل ومسنطر على الاخر، وجاي فرد ميزان هو وكانيلو، ومارين عليه حتى نوع نتاع قلق والا فاتيك، بالعكس كان مرتاح على الاخر، بدنه استيتيك مسكل مخدوم. والعباد الكل اكثريتها كي تفرجت في الويين شافوا اللي كروفورد هو اللي اليز ومرتاح اكثر بعد عمليه الويت كات اللي صارت لهم الاخرانيه. والبوان هذا مهم على الاخر وعنده دور كبير في الفاسون اللي كروفورد باش يبزوربي بها الضربات، في الرابيديتي والفيتيس اللي عنده. الحكايات هذوما باش ياثروا على الاخر في الفايت، وهذا نحكيو عليه البوان هذا في الاخر. وكيما حكينا على الافونتاج اللي عند كانيلو الفاريز امور السايز والخشم والبوا، تيرنس كروفورد عنده افونتاج في الطول وفي الريتش. تيرنس كروفورد اطول، عنده ريتش ما ابعد، وكيف البوان هذايا كان يتخدم عليه جيم بلان صحيح، خاصه بعد البلو برينتس اللي ريناهم قبل في الفايتس اللي خسر فيهم كانيلو الفاريز، ينجموا يكونوا عندهم رول اسونسيال في تحديد شكون باش يربح في الفايت هذايا. البوان الثاني اللي مهم على الاخر في الفايت هذايا هي حكايه ستانسز والوقفه. اسكو تيرنس كروفورد باش يخدم اكثر ساوث بو ولا باش يخدم اكثر اورثودوكس؟ والبوان هذايا نجم يقلق كانيلو الفاريز على الاخر. الكلنا نعرفوا البوان فور والحاجه الاكسبسيونيل في تيرنس كروفورد اللي هو كيما يلعب بيده اليمين، كيما يلعب بيده اليسار، كيما يقف ويخدم ساوث بو، كيما يقف ويخدم اورثودوكس. السيد عنده ليفل اليت واي كيو اليت في الستانسز الزوز وفي الوقفات الزوز. وكيف كنا نعرفوا اللي كانيلو الفاريز قبل صارت له مشاكل ودي كومبليكاسيون في الفايتس كونتر الفايترز اللي يقفوا ساوث بو ويلعبوا بيدهم اليسار، هي اليد القويه. دونك تيرنس كروفورد ينجم يستعمل البوان هذايا لصالحه على الاخر، كيما قلنا خاصه اللي هو ينجم يلعب بالتو ستانسز كيف. والحكايه هذه ابار اللي هي باش تصعب البريباراسيون والكامب نتاع الفايترز، على خاطر كانيلو لازم يحضر استراتيجي ديفونسيف على ادفيرسير عنده زوز وقفات، وقت اللي كروفورد لازم يحضر ديفونس على ادفيرسير عنده ستانس واحده بركه. والحكايه هذه تنجم تعمل قلق الكانيلو زاده في الاسبي اوفونسيف، خاطر مش كيما تخدم دي كومبينيزون كونتر ادفيرسير واقف ساوث بو، كيما تخدم دي كومبينيزون كونتر ادفيرسير واقف اورثودوكس. الموفمون يتبدل، التايمينغ يتبدل، فما ادجستمنتس لازمهم يصيروا في وسط البارتي. وبالطبيعه كيما قلنا اللي كانيلو قبل كونتر الفايترز اللي يقفوا ساوث بو، نراو اللي الحكايه هذه تنجم تسبب مشكله وتعمل قلق. واخر مهم على الاخر في الفايت هذايا بين كانيلو وكروفورد، واللي هو اسكو البوا جديد على بدن كروفورد باش يكون عنده امباكت على الفيتيس والرابيديتي نتاعو في الخدمه. يعني كيما حكينا كانيلو هو الفايتر الارزن ودي البنيه نتاعو اكسح واقوى، دونك اون جينيرال هو الفايتر اللي باش يستعمل اكثر فورس في الفايت هذايا. كروفورد هو الفايتر اللي جاي من ديفيزيون اقل وما عندوش نفس الفورس اللي عند كانيلو الفاريز، مي كروفورد إلي بلو تكنيك وباش يستعمل البوان فور نتاعو اترافير الفيتيس والرابيديتي باش انه يحل اونغل ويخدم على الكاونتر ويخرج الشوتس نتاعو غاديك. مي بالميزان الجديد وبالبوا جديد على بدن كروفورد، اسكو باش تقعد عنده نفس الفلويديتي في الموفمون ونفس الفيتيس ونفس السرعه في الخدمه ولي كومبينيزون كونتر كانيلو؟ الحكايه هذه ما نجمو نعرفوها الا ما تصير الفايت ونتفرجوا. نقطه استفهام اخرى كبيره على الاخر في فايت كانيلو وكروفورد هي اسكو باش نشوفوا نفس النيفو نتاع الكارديو اللي وراه كانيلو الفاريز في الفايت نتاعو الاخراني، وكان اسكو كروفورد باش يعرف يستغل البوان هذايا كونتر كانيلو في الفايت والا لا؟ يعني في العوامل الاخرانيين ولينا نشوفوا شوت واضحه في النيفو تاع الخدمه نتاع كانيلو الفاريز ابارتير من الروندا السادسه السابعه وانت ماشي، الفيتيس تطيح، الرابيديتي تطيح، النومبر تاع الكومبينيزون ينقص ويولي يخدم اكثر ويعمل اكثر على الباور شوت والوان شوت. وكان باش نشوفوا نفس النيفو هذا نتاع الكارديو في الفايت. الحكايه هذه باش تقلق على الاخر كانيلو، على خاطر الروندات هذوكم اللي كانيلو يطيح فيهم النيفو نتاعو بحكم الكارديو، هذوكم الروندات اللي كروفورد يحط فيهم الكل في الكل، على خاطرهم الفايترز والبوكسرز اللي كونسيرفي الانرجي نتاعو وما يعملش دخله قويه من الاول، باش يخلي اكثر انرجي للروندات الاخرانيين وين الادفيرسير نورمالمون يبدا تاعو. وهذه حاجه من الحاجات اللي تزيد حظوظ كروفورد اللي الحقيقه صغيره على الاخر في الربح في الفايت هذايا. والبوان هذا يهزنا توا الحظوظ الفايترز في الربح، وشكون عنده حظوظ اكثر باش يربح ويهز الفايت هذايا. وكالعاده بالطبيعه معايا انا ديما فما جانب لوجيك ومنطقي وفما جانب عاطفه. نحكيو الساعه لوجيك ومنطق بين كروفورد وبين كانيلو. كانيلو هو
الأقرب للربح. يعني السيد هو الملك نتاع الديفيزيون هذيا في الميزان نتاعو في البوا نتاعو. يعني السيد كاريرو كامله يلعب كونتر فايترز اطول منه واكبر منه وارزل منه ويربح. كروفورد في كاريرو الكل بريسكو عمره ما لعب كونتر فايتر عنده نفس القوه والفرصه اللي عند كانيلو الفاريز. يعني شو نحكيو من الاخر وبالفرشه، المهمه اللي عند كروفورد كونتر كانيلو يعني مهمه مستعصيه على الاخر وشبه مستحيله، خاطر اون فان كونت باش تربح كونتر بوكسور عندك دوز اوبسيون لا ثالثه لهم، يا اما باش تربح بكاو والا باش تربح بديسيزيون. يعني باش تلعب كونتر كانيلو وتربح بالكاو وانتي طالع من دو ديفيزيون اقل، يعني حاجه اقرب منها للخيال للواقع، خاصه اللي كانيلو الفاريز عنده واحده من احسن تشينز ممكن في تاريخ الجيم الكل. السيد عمري ما ريتو طاح، عمره ما طاح في حتى فايت عملها في حياته. كانيلو بعد اللي صار له كونتر بيفول وما طاحش، 3 فايتس مع تريبل جي وما طاحش. يعني باللوجيك وبالمنطق ما نتصورش كروفورد عنده لي زاتو اللي نجموا يخليوه يطيح كانيلو كاو، والله اعلم بيان سور. يعني هي لوبسيون الاولى ونلغوه به. نحكيو توا على كروفورد باش يربح بديسيزيون كونتر كانيلو، واللي هي حاجه اقرب زاده للخيال منها للواقع اكثر من لوبسيون الاولانيه. يعني انت باش تربح كانيلو بديسيزيون في لاس فيغاس، حاجه يعني ما تصيرش. يعني الحقيقه حتى كان الفايت مشيت للديسيزيون والنيفو كان قريب لبعضه وكروفورد كان خير، فما بوسيبيليتي كبيره باش الجادجز يعطيو الفايت لكانيلو. يعني باش تربح كانيلو بديسيزيون في لاس فيغاس لازمك تعمل بيرفورمانس خرافيه، حاجه كيما بيفول بار اكزومبل ولا حاجه من نوع هذيك. واصلا فايت كانيلو بيفول فما شكون من الجادجز حتى قريبه معناها وفماش ديفيرونس كبيره بيناتهم، باش تفهم يعني الجادجز قديش يميلوا في العاده لكانيلو الفاريز. باش نحكيو شويه باللوجيك وشويه منطقيه، ما نشوفش كروفورد عنده لي زاتو فيزيك مور طول ومور قوه ومور فورس اللي يخليوه ينجم يعمل بيرفورمانس كيما اللي عملها بيفول كونتر كانيلو. يعني كيما حكينا باللوجيك وبالمنطق كانيلو هو الاقرب للربح من كروفورد، ما هذا مش معناه كروفورد لو ما نجمش يربح، بالعكس بالنسبه لي انا فما بوان وديتاي امبورطون على الاخر ينجم يكون في صالح كروفورد ويخليه يربح الفايت هذايا. بالنسبه لي الحكايه الكل باش تتلخص في الديستانس مانجمنت. يعني بالنسبه لي انا في رايي الشخصي بيان سور الحكايه الكل مرهونه في اسكو كروفورد باش ينجم يخلي كانيلو بعيد ويستعمل الريتش ادفانتج اللي عنده، يخلي كانيلو ا ديستانس وما يخليش يقرب ويخدم معه قريب والا لا. يعني البلو برينت باش تربح كانيلو الفاريز وانتي فايتر اطول منه ديجا موجوده، وكيما قلنا الكلام هذايا رينيه في طرح بيفول، تعمل على الجاب تخدم ا ديستانس برشا موفمون وتحل دي زونغل، تنجم تلقى سوليسيون لليكواسيون اللي جايبها كانيلو الفاريز. وصحيح قلت لي كروفورد ما عندوش لي زاتو فيزيك اللي يخليوه ينجم يعمل الحكايه هذيا، مي عنده ما يكفي من لاي كيو ومن لي زاتو تكنيك اللي يخليوه ينجم يكزيكوتي بلان من النوع هذا. بيان سور الكلام اسهل برشا من الفعل، وكانيلو واحد من احسن الفايترز اللي يعرف كيفاش يكلوز الديستانس ويقرب للفايتر ويخدم معاه من قريب. مي كيما كنت نحكي لكم ونزيد ونعاود ناخذ اون كونسيديراسيون البوان تاع الكارديو والبيرفورمانس نتاع كانيلو اللي تطيح ابارتير من الروندا السادسه والسابعه. حظوظ كروفورد في الربح ماهيش اوسي صغيره كيما برشا عباد في مخهم. يقعد كانيلو هو الفيفورت وتقعد حظوظ كروفورد بارابور لكانيلو اقل، مي كروفورد ماهوش لاندر دوغ اللي في مخ برشا عباد، عنده حظوظ محترمه واونيتمون ينجم يربح. باهي نجيو توا البارتي نتاع العاطف والبارتي اللي نورمالمون بعد تروح العباد الكل تجي في البريفي وتبدا تعمل فيهم معايا. باهي كيما حكينا باللوجيك وبالمنطق نرى لي كانيلو الفاريز هو الاقرب للربح. اما بيرسونيلمون عندي شعور غريب على الاخر وعندي هكا سونساسيون بيزار امور عاطفه اللي انا نرى كروفورد باش يربح. ما نعرفش عندي هكا شعور نرى كيفاش نشوف اللي كروفورد باش يعرف كيفاش يلقى حل لليكواسيون تاع كانيلو باش يخدم معاه ا ديستانس ونشوفوا في الاخر بمعجزه يربح بديسيسيون. مانيش عارف كيفاه معناها الحكايه دي باش تصير، ما نعرفش. اني قلت اخويا ومولاها ربي. دونك فوالا ملتقانا شباب نهار تروح كانيلو وكروفورد مساعتين تاع الصباح في الديسكورد والكيك كالعاده. لي ديتاي الكل تلقاوهم من نهار الطرح في ستوريات على انستغرام. قولوا لنا في الكومنتير شكون انت ترى باش يربح وكيفاش. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، عملوا طلع الفيديو اللي قدام في الشين، استنوا الفيديو الجاي باش يهبطوا. وتو ما بقى لي نقول لكم كان بيس.